تعالى كده نقرأ مع بعض شوية أخبار في عجالة. بقول لك أول خبر معانا: حقيقة مفاوضات بيراميدز مع أقطاي عبد الله لاعب إنبي لتدعيم صفوفه. هو يعني بيراميدز ناقص؟ ما هو معاه شوية لعيبة حلوين. ماشي. قال لك يعني كشف الإعلامي جمال الغندور الحقيقة يعني وجود مفاوضات مع بيراميدز، وقال لك يعني في برنامج سداد المحور من مصدر مقرب من اللاعب انهم لم ي... انه لم يتلقى اي عرض من بيراميدز في الفتره الاخيره. وقال لك واضاف ان اقطاي لم يتلقى اي عرض رسمي من نادي، من اي نادي. مش ما فيش اي نادي يعني قال له تعالى العب معانا يعني. واللاعب قال لك سيناقش مستقبله بعد نهايه الموسم يعني. وقال لك واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد أن الفترة المقبلة قد تشهد تحركات من بعض الأندية للتعاقد مع اللاعب في ظل المستويات المميزة التي يقدمها مؤخرا. طيب ربنا يعني يكرمه يا رب. خلي بالك يعني أقطاي ده أساسا يعني بيتكلم فيه الأهلي والزمالك، وخاصة يعني أقطاي ده بيلعب مهاجم يعني ماشي. قال لك أوضحها يعني إن في يعني بيترك يعني المفاوضات يعني لو الأهلي كلمه أو الزمالك يعني لإدارة إنبي يعني. هو بيركز دلوقتي مع فريقه يعني مع فريق إنبي يعني ماشي. وقال لك قال لك وتابع عقد مع إنبي ممتد لمدة 4 سنوات. ووكيل أحمد يحيى، هو أساسا أحمد يحيى هو وكيل معظم اللعيبة يعني الكتير يعني. هو ما يقوم بالتنسيق مع أستاذ أيمن الشريعي لتحديد مستقبلي، وأرغب في الانتقال إلى النادي الذي سيقدرني وأشارك فيه بصورة أكبر ماشي. و وهو عايز يعني إيه عايز يجرب الاحتراف في الخارجي حال وصول عرض مناسب. ما بيفكرش في الفلوس. لم أتقاضى مبالغ مالية كبيرة أثناء فترة تواجدي في طنطا، وربنا كرمنا وأنا في إنبي ماشي. وقال لك جمهور الزمالك يخض أكثر من جماهير الأهلي، ومن أول دقيقة لآخر دقيقة مش بيسكت يعني. بيقول لك يعني في مباراة الأهلي يعني مباراة الأهلي ومباراة الزمالك. جمهور الزمالك يعني 24 ساعة غرف صوت مش عارفين ايه ورا الزمالك مش هناخد الدوري في الآخر. واتغلبنا من النادي الاهلي 3 يا ابو 3. ده جمهور الزمالك. قال لك جمهور الزمالك ياخد اكتر من الجماهير الاهلي، ومن اول دقيقه لاخر دقيقه مش بيسكت، شغال تشجيع طول المباراه. وعبد الله السعيد افضل لاعب في مصر ماشي. هو اساسا يعني اقطاي دوت قال لك كان بيتكلم مع سيف زاهر في برنامج ملعب اون المذاع على قناه اون سبورت. بدأت في أكاديمية بكفر الشيخ، ثم ذهبت لاختبارات في غزل المحلة ونجحت فيها، ولكن لم يتم قيدي. ثم ذهبت لفريق طنطا، لعبت 3 سنوات ثم انتقال إلى الإنبي. قال لك الخسارة من إنبي في الأهلي واردة جدا إذا تغلبوا 3-0 زي الزمالك. واحنا مش في يومنا زي مباراة بيراميدز اللي خسرنا فيها 4-0. كل اللاعبين بتكون نازلة تلعب على المكسب. هما تقولوا باين في الكاس 4-0 حاجة زي كده، وبعد كده غلبوا في الدوري 3-2 يعني من بيراميدز يعني. وقال لك تابع افضل مباراه لعبتها هذا الموسم كانت امام الزمالك في الدور الاول. اتغلب 1-0. الزمالك يضيع 1-0. عبد المجيد ضيع برضه ضربه جزاء في الدقيقه بعد الاخيره 96، زي ما ضيع ضربه جزاء قدام الاهلي. اللي ما كانتش اصلا ضربه جزاء. كان باين بنتاج بيمثل. وكانت صعبه لانها اول مباراه ليا كانت امام الجماهير، ولعبت مباراه كبيره. وهم يضربوا برضه اتعادلوا في الدور الثاني وكانوا هيتغلبوا والله اتعادلوا 0-0 مع انبي. يا لا ده انت فرقه مالتي يا زملكاوي، يا لا زملكاوي ده انت فرقه مالتي، يا لا ده انت. اوريك صورته صورته. هو ده الطيب اللي احنا بندور عليه. صورته. هو ده الطيب. شفت صورته؟ هو ده الطيب. هو ده اقطاي يا جدع، هو ده اقطاي. يعني بحب اهنئ بطولة اسيوط اللي هو تأهل للدوري المصري الممتاز. يعني شوبير برضو بيهنيهم.
قال لك على موقع فيسبوك، قال لك الف مبروك عوده نادي بترول اسيوط للدوري الممتاز، حاجه كده من روايح الزمن الجميل، والاجمل انه نادي صعيدي. الف مبروك، مليون مبروك لابناء الاسيوط والصعيد كله. ماشي، يلا مبروك يا اهل اسيوط. و يعني تعليقات كلها الناس بتقول لك عودة حميدا بترول أسيوط، ألف مبروك ألف مبروك. آه، قال لك إن شاء الله الدورة يعني بترول أسيوط يودي مستوى راقي ومميز في الدوري الممتاز يعني. مبروك لبترول أسيوط. وأنت بقى إيه يعني، تقرب كده واشترك في القناة وفعل زر الجرس، وما تشتمناش في التعليقات زي البركاوي يعني. تقعد تقول لي خد ومش خد، خد إيه؟ خد إيه يا لا؟ بتاعت له صورة تقول له خد يا لا، أنت متضايق مني يا لا يا أبو تلاتة يا لا. ثلاثة يا لا. مش بقى زملكاوي ان شاء الله، الدوري اهلاوي ان شاء الله. سلام يا زملكاوي يا عسل.